يا مساء الورد. ما بعد مباراة القمة بقى ايه اللي يحصل الايام الجاية؟ قبل يا جماعة ما ابدا الفيديو بحب اشكر كل الناس اللي على البيدج معانا، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اي حد فوق دماغي، وبشكركم يا جماعة واحد واحد، وربنا يديم المحبة والمعروف بينا. طيب يا جماعة نبدا دلوقتي على كولر واللي عمله امبارح واخر مستجدات النادي الاهلي. طب دلوقتي كابتن الخطيب ومجلس ادارة الاهلي غير راضيين تماما عن اداء وعن نتيجة، وشددوا جامد على كولر. لازم الفترة الجاية نشوف اداء ونتائج مع النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعة وحش جدا السنة دي، وماتش امبارح ده اكبر دليل. طب يا كباتن دلوقتي كولر دلوقتي لما بدأ يخسر نقط وبدأ خلاص الريتم ينزل والاداء ينزل والتيمبو ينزل، خلاص كان ليه رصيد عند جماهير الاهلي. بس دلوقتي يا جماعة كولر ما بقاش ليه رصيد. والنهارده عملنا استفتاء النهارده على البيدج النهارده، كل الناس دخلت معانا بشكرهم طبعا، كله قال احنا مع رحيل كولر. وانا يا جماعه موافق جدا على الراي ده. كولر دلوقتي مع الاهلي دلوقتي يعتبر غلط، ولو فضل مع الاهلي كاس العالم للانديه الاهلي هيبقى شكله وحش جدا ويخرج بشكل وحش في كاس العالم لا قدر الله يعني. طب دلوقتي يا كابتن عايزين نتكلم على كولر وعن المستجدات بعد ماتش القمه. كولر كمان كان بيطلع يتكلم ويبيع مجلس الاداره ويقول ما معيش لعيبه، مش معايا جناحات، مش معايا وراك، مش معايا اي حاجه، دي عشان الاهلي يجيب صفقات. حلو كده. طب الاهلي فضل مستني وده يلعب باي حد في اي حاجه، ويطلع في مؤتمر صحفي يهبد ويهري مجلس اداره ما بيقعدش معايا يقول لي في لعيبه هنبرم متعاقد معاها اخد رايي في لعيبه. مجلس اداره ما بيعملش اي حاجه لغايه يوم 20 يناير. كان بيطلع كل ماتش بعد الماتش في مؤتمر صحفي يقول مجلس الاداره مش موفر لي صفقات، وكان بيبيع مجلس الاداره على الهوا، بيبيع مجلس الاداره للجماهير. طب يا كولر مجلس الاداره دلوقتي جاب لك صفقات حلوه جدا، والمصاب رجع والدنيا بقت حلوه، ايه اللي ناقصك يا عم الحاج؟ ايه اللي ناقصك كده؟ دلوقتي الكوره في ملعب كولر دلوقتي، ده الشكل والعك ده كله مش هسأل فيه ولا الوم حد الا انت يا كولر. الا انت بعد تشكيل امبارح ده، لا انت الوحيد اللي هتلام دلوقتي، وايامك في الاهلي بقت معدوده. ده بالنسبه لكولر. انا مش هتكلم يا جماعه، ده موجود محترف معاك وبياخد بالدولار معاك عشان يلاقي المستوى ده، اللي هو اساسا ما بيلعبش، يعني بقاله سنه معاك ما بيلعبش في كوره زي كوره الجول امبارح بتاع بنتايج، مش عارف ياخد قرار يطلع الكوره. هسيب لك انت التعليق اشرف داري، هسيب لك انت التعليق. ندخل على بن شرقي. مكسب يا جماعه الاهلي امبارح، مكسب الاهلي هو بن شرقي. ما يخصنيش جاب جول ولا لا، ما يخصنيش اي حاجه، ما يخصنيش ان هو كان ما احتفلش، كل ده على دماغه وعلى جنب. اللي يخصني دلوقتي اشرف بن شرقي ده يا جماعه الجناح او الهاف اللي النادي الاهلي كان محتاجه. الاهلي كان محتاج ايه؟ كان محتاج وينج او جناح في حاله الكوانتر اتاك يدخل له مهاجم تاني يا كباتن. الجناح بتاع الاهلي كان محتاج جناح في كوانتر اتاك، لازم في حاله الكوانتر اتاك يدخل له مهاجم تاني او اول، وده اللي حصل في جول الاهلي بالظبط. الكوره اتقطعت في كوانتر اتاك، جت لامام عاشور اداها لجراديشار، هو يا دوب قطع جراديشار، عمل ايه؟ عمل سبرنت بن شرقي وقطع جوه السترايكر صريح وحط الجول. هو ده اللي انا عايزه، لكن مش عايز بقى الشحات يفضل ايه هناك، مش عايز بقى اي حد يروح، لا انا عايز الجناح ان في حاله الكونتر اتاك يدخل له مهاجم، ده دوره. فيا جماعه ده حصل في هدف بن شرقي 10/10. فخلال الفتره الجايه يا ريت نركز يا جماعه على الجناحات بتوع الاهلي او الافاق بتوع الاهلي، في حاله الكونتر اتاك يدخلوا مهاجمين مع المهاجم الموجود، سواء جردشار سواء وسام. وعايز اقول كولر الايام الجايه لو فضلت موجود يعني ما تستغناش عن جراديشار خالص في الملعب بجد. انا لو مدرب مش هستغنى عن جراديشار ولا هستغنى عن وسام، وفر الاثنين في الملعب كده. والحلقه الجايه ان شاء الله هقول لكم ازاي استغل وسام واستغل جراديشار بحيث الاثنين يكونوا في الملعب. ما ينفعش عندي الاثنين في الملعب واستغنى حد فيهم. مساء الفل عليكم.